مش عارف تعمل ايه مع بلانك ليفربول وتوتنهام؟ سيبك من تشيلسي ولوتون تاون، هو مجرد بلانك ماتش واحد بس، جوله 26 يعني يا جماعه مش قصه. فما توترش نفسك، في كام حركه كده هنعملها هتظبط لك الدنيا خالص. ولو لسه شاغل دماغك تشتري سون ولا صلاح، فانا هطلع اقول لك نعمل ايه، بس طبعا هما الاثنين مش هيلعبوا في الجوله 26، هقول لك هنعمل فيهم ايه بعد كده. اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من فانتازي الدوري الانجليزي، الحلقه التحضيريه للجوله 26، والحلقه دي هنخلصها قبل 8 دقائق بالظبط. شوف يا سيدي، احنا زي ما قلنا عندنا بلانك ليفربول، توتنهام، تشيلسي، لوتون تاون. جت من عند ربنا ان جوتا اللي احنا مختارينه كتير، يعني كتير مننا شارينه، اتصاب ومش عارفين ميعاد رجوعه، فادي جوتا هيمشي. الحاجه الثانيه ان في ناس كتير مننا ما اشتريتش صلاح، فهجت لك برضه فرصه ان انت تفوت الجوله دي، ولو عايز تشتريه من الجوله بعد كده. ادي تاني حاجه. توتنهام غالبيتنا كان بيشتري سون، ومش يعني من بعد رجوعه مش كلنا اشتريناه، وفي ناس كمان ترددت في الشراء بعد الجوله اللي فاتت ان هو ما عملش فيها حاجه، فادي تالت واحد. اتبقى لك مين؟ اتبقى لك لويس دياز، عادي ممكن نسيبه. اتبقى لك نونيز مثلا، عادي ممكن نسيبه. اتبقى لك ريتشارلسون، عادي ممكن نسيبه. واتبقى لك بالمر، عادي برضه ممكن نسيبه. يعني انت ممكن تخيش في لاعب، لو معاك تبديل او تبديلين هتبيع مثلا بالمر، هتبيع مثلا ريتشارلسون، وتجيب حد تاني من مثلا من السيتي، من ارسنال، يعدي لك الجوله دي مثلا، وبعد كده ترجع تاني للتشكيله لو انت عايز ترجع بعد كده. فدول اشهر 4 لعيبه ممكن يكونوا موجودين في تشكيلتنا دلوقتي، فهي مش ازمه قوي. الا بقى لو انت عندك كذا لاعب، فانت حلك حاجه من اتنين، يا هتعمل الفري هيت الجميل، يا هتعمل الوايت كارد لو انت ما عملتش الوايت كارد. بس انا بقول لك هي سهله، يعني هي سهله على الوضع العام بتاع الناس اللي هو عندهم مثلا لويس دياز، نونيز، ريتشارلسون، بالمر، اللي هي كام لاعب كده هيغيروا ويعمل ماكسيموم -4 وخلاص الموضوع انتهى. فلذلك يا صديقي حلينا المشكله وحلينا الموقف. فتعال نخش بقى على اختياراتنا، مين يزور ومين يغور. مين يزور تشكيلتك للجوله 26 من فانتازي الدوري الانجليزي ويكمل معاك جوله او جولتين بعد كده، ومين يغور من تشكيلتك من الجوله 26 وما يكملش معاك من الجوله دي لغايه الى ما شاء الله. مين يزور تشكيلتك لاول مره؟ هقول لك واحد بس هو اللي يزور تشكيلتك، هويلاند بشكل رسمي. انا بقالي جولتين ودي الثالثه عمال اقول لك هويلاند 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 هويلاند، هو اللي لازم تجيبه. لو انت بتفكر في حد تجيبه من مانشستر يونايتد ده اولا، ولو بتفكر في حد تجيبه في الهجوم وعايز تعمل تبديلات يبقى هو هويلاند. اما عن مين يغور فما عنديش غير واحد برضه هو اللي يغور، جوتا. بس جوتا عشان ما عندناش اي اخبار هيرجع امتى، هو اصابته شكلها كده مطوله حبه حلوين، فخلاص شكرا مع السلامه جوتا. تشوف بقى هتجيب مين مكانه، بس تراعي ان هو يلعب معاك الجوله دي ويلعب كمان معاك جولتين بعد كده. نمبر 1 الجوله 26 من فانتازي الدوري الانجليزي باذن الله ان شاء الله هيكون نيتو من وولفز. مفاجاه دي، عنده ماتش قصاد شيفيلد يونايتد، وان شاء الله هو اللي هيبقى مبدع في وولفز وهيبدع على كل الناس اللي موجود معاه في الفانتازي. هاتريك كابتن. مين الكابتن المضمون للجوله 26 من فانتازي الدوري الانجليزي؟ فالمضمون هالاند. يعني عشان اجيب لك من السكه الدغري يا ابو الصحاب، المضمون هالاند. عايز تجازف وتحط نيتو، ده الريسك بالنسبه لنا، ريسك ان انت تحط نيتو. هو قصاد شيفيلد وعلى ارض وولفز، بس نخاف شويه، لكن الهالاند هو الاساس، يعني هو يعني منطقيه. اما عند رشا لاعب نسبه امتلاكه ضعيفه، وعنده ماتش ممكن يعمل فيه حاجه، ومتوقعين ان هو هيتوهج الماتش الجاي. هقول لك برده نيتو، يعني هي الحلقه كلها نيتو بصراحه، يعني نيتو. انا نسيت اقوله لك كمان في مين يزور، بس انا قايله لك من جولتين، فهنيتو من الجوله اللي فاتت والجوله اللي قبلها قايل لك نيتو، فهات نيتو. ولو عايز تكابتنه فيها ريسك شويه، وانا بقول لك ان هو هيظبط معاك هذه الجوله. اما عندنا شنت يا فالح، لاعب نسبه امتلاكه عاليه لكن مش هيعمل حاجه الجوله اللي جايه، وانا مستقصده، يعني انا مستقصده في الفودن مش هيعمل حاجه الجوله الجايه يا جماعه. خلاص بقى هي مره جاب الهاتريك وشكرا، هينام عليها. وقلت لكم يا جماعه دي صدفه وتصادف يا عم هيصه. اللهو الخفي، لاعب نسبه امتلاكه قليله وكمان فلوسه حنينه، وعنده ماتش تقيل قصاد فرقه تقيله بالنسبه لفرقته. هختار هذه الجوله اوتسون اودوي. اخر 3 جولات شغال، اخر 3 جولات نوتنجهام فورست فازوا ماتش وتعادلوا ماتش واتغلبوا ماتش، في ال3 ماتشات هو عمل اسيستات واهداف. فاوتسون اودوي انا شايف ان هو يعني يستاهل ان هو تفكر فيه، او هيبقى هو الخدعه، هو البوم، هو المفاجاه اللي ممكن تفاجئ بيها اي حد بيلعب معاك فانتازي. من على الدكه، لاعب بينزل من على دكه فرقته، ولما بينزل بيعمل تاثير ايجابي مع فرقته، سواء بجون او اسيست او اي حاجه بياخد عليها نقاط. وهذه الجوله بختار كيفر من ارسنال. الراجل ده بقاله كام جوله هو اللي بيلعب، واتوقع ان هو اللي هيلعب كمان الجوله اللي جايه قصاد نيوكاسل، فبتوقع ان هو ممكن يطلع كلين شيت،
متوقع ان هو يطلع كلين شيت. هاتريك دريم تيم، اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط خلال هذه الجوله، وفي هذه الجوله بنلعب بتشكيله 3-4-3 في حراسه المرمى اونانا مانشستر يونايتد. اما عن ثلاثي خط الدفاع فهم دالوت من مانشستر يونايتد، وستوبينيان من برايتون، وصليبا من ارسنال. واما عن رباعي نص الملعب فهم دي بروين مانشستر سيتي، وساكا من ارسنال، وجرناتشو من مانشستر يونايتد، وبيدرو نيتو من وولفز. واما عن ثلاثي الهجوم فهم هالاند مانشستر سيتي، وهويلاند من مانشستر يونايتد، وواتكنز من استون فيلا. الناس اللي بتروح تعبي من استون فيلا يا جماعه انا الفرقه دي قلقان منها شخصيا، يعني انا ما بامنش لحد فيها غير لواتكنز. اذ هزموا او كسبوا واتكنز بيكون مساهم باي حاجه في هذه المباراه. خط الدفاع انا خايف منه جدا، ما بيطلعوش كلين شيت. نص الملعب يمكن هو الوحيد اللي بيعمل حاجه منهم هو لوين بيلي، فانا بخاف قوي يا جماعه من استون فيلا. فلو عندك حد من استون فيلا يا ريت تقول لي عندك مين، وتقول لي انت جايبه ليه. ولو عندك مشكله في الفرق اللي هي عندها بلانك خلال هذه الجوله اكتب لي في الكومنتات، احنا بنبقى موجودين يا جماعه وبنتابع معاكم الكومنتات، وبنرد على كومنت على قد ما بنقدر، سواء على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عندنا. بالمناسبه انت لغايه دلوقتي ما عملتش اللايك وسبسكرايب والشير وما دخلتش معايا الاكونتات اللي موجوده في السوشيال ميديا، فاستاذنك تعمل اللايك وسبسكرايب والشير، وتخش معايا اكونتات السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن. وبعد ما تعمل لايك والسبسكرايب والليله دي كلها اسال واعمل اللي انت عايزه في الكومنتات. فشكرا جدا ليك يا صديقي اللي انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير، وشاركنا على اكونتات السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن. شكرا جدا ليك، سلام.